المهم في هذا الفيديو غادي نهضروا بالتفصيل على جديد قضيه اشرف حكيمي واخر تطورات وتصريح المحاميه ديالو وكذلك الحوار اللي دار بين اشرف ووالدته وصدمه ما قامت به زوجته وما الى ذلك. مبدئيا كما سمعنا اليوم في الصباح الادعاء العام الفرنسي رسميا وجه تهمه الاغتصاب للمغربي حكيمي اشرف بعد ما خداو الاقوال ديالو وتم استجوابه وما شابه ذلك. من بعد مباشره خرجت محاميه اشرف اللي هي فاني كولين وقالت ان هذا الاتهام اللي وجهه المحققين للمغربي راه عادي جدا ولا بد منه ضد اي شخص كيكون متهم بالاعتداء، بمعنى توجيه التهمه لحكيمي اشرف ما كتعنيش بتاتا البتة انه راه قام بذاك الفعل، فقط كيبقى متهم الى حين انتهاء التحقيقات اللي في الاخير غادي تبين الحقيقه كامله، لانه ببساطه لو كانت التهمه ثابته عليه كانوا المحققين اصدروا قرار اعتقالي على الفور. ايضا محاميه حكيمي قالت كلام مهم جدا بعد انتهاء التحقيق مع المغربي بان الفتاه رفضت تقديم شكوى ورفضت ايضا الخضوع لفحص طبي او نفسي، كما رفضت المواجهه مع المغربي حكيمي اشرف. والاستنتاج ديال المحاميه كان كالتالي، وهو ان المغربي يتعرض لمحاولة الابتزاز من أجل الأموال طبعا. وهذا الكلام حرفيا قلت لكم في تحليل قضية أشرف في هذا الفيديو منذ 3 أيام، وأنا دا قلت لكم بالحرف بالله عليكم كيف يعقل لفتاة تعرضت للاغتصاب غادي تمشي حتى للشرطة ودير فقط إعلان الاغتصاب دون رفع دعوى مباشرة ضد حكيمي أشرف. وحسب تحليلي الشخصي أنا دا قلت لكم مادام ما بغاش دير بأشرف دعوى مباشرة إذا البلان راه باين وهو الابتزاز من أجل الأموال، لأنه تعي جيدا لو رفعت شكاية ضد المغربي غادي تكون مجبرة للخضوع للفحص الطبي واللي اوتوماتيكيا غادي يبين مدى صحه ادعاءاتها ضد اشرف. وبين قوسين في هذا الفيديو بالضبط كنت شرحت لكم بان كاينه مافيا متخصصه في ابتزاز المشاهير ولاعبي كره القدم وعطيتكم الكثير من الامثله بالدليل والبرهان. المهم حسب تصريح محاميه حكيمي فاني كولين فالمشتكيه ما بغاش تخضع بتاتا للفحص الطبي، وهنا منطقيا وعقلانيا غادي تفهم بانها عمليه ابتزاز ليس الا. المهم القصه حد الان مازال ما سالاتش، بحيث قبل ما يوجه الادعاء العام الفرنسي التهمه لحكيمي كانت خرجت والده هذا الاخير اللي هي سعيده موح بتصريح مع احدى الصحف العربيه، ومبدئيا قالت بان المحاميه وصاتهم ما يخرجوش بحتى شي تصريح مع وسائل الاعلام، وبين قوسين هذا كلام عقلاني ومنطقي جدا، لان اي تصريح كما كان يقدر يستغلوا الطرف الاخر بطريقه او باخرى ضد حكيمي واللي يقدر يضر به في اخر المطاف. المهم والده حكيمي قالت بانها هضرت مع اشرف في الموضوع وحلف ليها بانه بريء تماما من هذه التهمه، وبدات كتساءل كيف يعقل ان يتهم ابني في ليله وجود زوجته في منزلها بفرنسا حيث هناك الكثير من الحراس وكاميرات المراقبه في كل الاتجاهات. اذا حسب ما جاء على لسان والدة أشرف فهذا الأخير كان هو والزوجة ديالو في المنزل في نفس اليوم اللي ادعت فيه الفتاة أنها تعرضت للاعتداء من طرف حكيمي، ولكن في المقابل كاينه بزاف ديال المصادر اللي كتقول أن زوجة أشرف ليلة الحادث ما كانتش في فرنسا بل كانت في دبي هي والأبناء ديالها كيدوزوا العطلة وما إلى ذلك. وأكيد حنا كمغاربة غادي نتيقوا رواية والدة حكيمي ونساندوها، ولكن في المقابل عاوتاني غادي نصادموا بالأخبار اللي خرجت من الصحافة الفرنسية والعالمية واللي كتقول بأن زوجة حكيمي بدات في إجراءات الانفصال بعد ما تم اتهامه بالاعتداء على فتاة فرنسية. وفي حالة ما كانت هذه الأخبار صحيحة على أن زوجة حكيمي باغية تنفصل عليه فراه غادي تكون كتبت عليه التهمة بطريقة غير مباشرة، بمعنى الطرف المشتكي اللي هي الفتاة طبعا ببساطة المحامي ديالها غادي يستغل هذه المسألة لصالحه، يعني في المحكمة غادي يقول بأن زوجة حكيمي كتقوم بإجراءات الانفصال بسبب هذه القضية. وكنزيد نأكد هذا الشيء في حالة ما فعلا ثبت أن زوجة حكيمي بدات في إجراءات الانفصال، لأن في حال والو طلع من غدا وتقول لك أن الكلام المتداول في الصحافة غير إشاعة فقط. المهم باختصار ما يتعرض له حكيمي هو فقط ابتزاز ليس الا، وقريبا جدا غادي تسمعوا البراءه ديالو ان شاء الله، فقط تفائلوا خيرا تجدوه. زائد المتابعين اللي كيصيفطوا لي ميساجات مؤخرا على انهم مخلوعين على اشرف راه خاصكم تعرفوا بان حكيمي براسو ما مسوقش لهذا الشيء كامل وعايش حياته عادي جدا، واليوم كان في تدريبات ضحك ناشط مع زميله الفرنسي مبابي كيليان. زائد الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان اليوم هضر على جديد اصابه اللاعبين اللي هما دا سيلفا نيمار والبرتغالي ريناتو سانشيز، اضافه الى حكيمي اشرف واكيد كمغاربه كيهمنا هذا الاخير واللي قالوا انه الدرب اليوم مع المجموعه بشكل عادي جدا ومن المقرر عودته في الاسبوع المقبل، وهذا هو سبب عدم تواجد حكيمي في قائمه اللاعبين اللي غادي يشاركوا في مباراه الغد ضد نادي نون. يعني اللي باغي نوصل لكم ان الامور غاديه على ما يرام وكل شيء طبيعي، واللي كيزيد ياكد هذا الشيء وهو ان اشرف ليس ممنوع من السفر خارج فرنسا ويمكن ليه يسافر عادي مع نادي بياجي الى المانيا لمواجهه بايرن ميونخ وايضا للالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي. وهذا كان باختصار هو جديد حكيمي في هذه القضيه. وبين قوسين اللاعب الجزائري إلياس الشتي اللي كيلعب في نادي أونجي الفرنسي هو الآخر متهم بنفس تهمة المغربي حكيمي أشرف، وهذا الشيء حسب موقع ويست فرانس بتاريخ البارحة فقط، واللي قالوا أن الجزائري إلياس سيخضع للمحاكمة في أبريل المقبل. ونختموا الآن مع مدرب المنتخب البرازيلي مانو مينيزيس اللي اليوم أعلن عن قائمة اللاعبين اللي غادي يواجهوا المنتخب المغربي في المباراة الودية، بحيث استدعى 23 لاعبا بحضور فينيسيوس ورودريغو وغياب نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة. وحتى لهنا كنكون وصلنا للختام، وخير كلام
الكلام ما قل ودل، وكالعادة كان معكم إسلام، في أمان الله ومع السلامة.